ناس زودوا التعصب، زودوا كره الناس لبعض. لازم اي حد لازم يبقى اهلاوي او زملكاوي، او عايزين يطلعوا اي حد مش محترم، او اي حد لا انت تبع مش عارف ايه. طب ما الكلام ده كله بيزود، حتى لو الحاجات دي بسيطه سنه ورا سنه الحاجات دي بتزيد. لو كانت حتى الحاجات دي ما بتاثرش في الناس، لا واحده واحده التراكم يعني بيكهرب الدنيا وبيولع في الدنيا وبيعمل فتن وبيعمل كل حاجه مش كويسه. فالاعلام لو طب انت شايف الاعلام هيتغير بعد؟ يعني احنا شفنا الجمهور اتغير، جمهور الاهلي وجمهور الزمالك وحتى جمهور بورسعيد وحتى جمهور اسكندريه وجمهور الاسماعيليه. انا اتمنى الاعلام يتغير، لان لو الاعلام ما اتغيرش ولا يعني لو احنا عايزين، لا ما برضه الموضوع هيبقى يعني انت شايف ان لو الاعلام ما اتغيرش هنعود الى ولا اكننا عملنا حاجه. انا اتمنى طبعا يعني الناس اللي ماتوا دول طبعا ان شاء الله يبقوا شهداء وفي الجنه ان شاء الله، وندعي لهم وربنا يصبر اهاليهم اللي هم اهالينا. لكن يمكن ربنا يعني جابها في الناس دي عشان نطلع بحاجه كويسه، يعني من الكارثه دي والمصيبه دي نطلع بحاجه كويسه، نطلع ان مفيش تعصب، نطلع ان زي ما حضرتك قلت وشيكا قال ان جمهور الاهلي والزمالك في الملعب شجع فريقك، يعني شجع فريقك من اول دقيقه لاخر دقيقه، بس ماليش علاقه بالفريق الثاني، بلعيبه الفريق الثاني. التعصب والضرب والجماهير بقت بتضرب بعض ومشاكل لا الموضوع بقى زايد قوي. فممكن نطلع من الموضوع ده ان التعصب يقل بالنسبه للانديه واللعيبه، لا الدنيا تهدى شويه، يعني شجع فريقك بس مالكش علاقه بالفريق الثاني. الاعلام انا ما اعرفش يعني سياده يعني وزير الاعلام هل ده من دوره ولا لا، بس يصفي الناس دي، يشوف المحترم يطلعه واللي مش كويس واللي بوظ البلد او بيساهم في تبويظ البلد، يعني بقصد او بدون قصد. يعني ممكن الدكتور ياسر يكون بوظ البلد بس ما يقصدش، لا ما هو زيه، ما هو ده بيبوظ. يعني انا مش مشكلتي ان هو ما يقصدش، فلا اصفي الناس دي. يعني مش معقول ده الناس كلها شايفه ان الاعلام فيه ناس بتبوظ البلد. الاعلام الرياضي والسياسي وكله، انا مش قاصد حاجه، بس يعني في كل بقى الكل بيتكلم في كل حاجه، يعني ما فيش حد بيقول لا انا ما اعرفش، لا كله لازم يتكلم. عايز اسالك قبل ما اسال كابتن احمد، من سنين طويله شفنا جمهور الاهلي في لحظه من اللحظات هاجم الكابتن حسن شحاته، وكان في مباراه الاهلي والزمالك جري كابتن محمود الخطيب حضن حسن شحاته وراح بيه لجمهور الاهلي، فجمهور الاهلي تحول في ثانيه يهتف لحسن شحاته. اللي الناس لازم تعرفه اللي احنا اللعيبه احنا اصحاب، يعني ممكن النهارده مثلا بنلعب اهلي وزمالك بعد الماتش احنا خارجين مع بعض، او انا رايح عند فتح البيت مثلا، رايح عند وائل، يعني ما فيش مشكله خالص. انا عايزك تقول ده وعايز محمود يقول ده، انه يعني احنا اصحاب. الجمهور تم الاعلان زي ما قالوا. هقول لحضرتك حاجه، الطبيعي ان احنا اصحاب، يعني احنا مثلا في المنتخب مع بعض، بس الجمهور خلاص الاعلام وصل له ان انتوا اعداء. مين اللي بيوصله؟ الاعلام. مين اللي بيوصل للجمهور؟ الاعلام. يعني احنا في المنتخب انا ما بقعدش ما بشوفش شيكا في المنتخب، ما المنتخب بياخد البطولات ازاي؟ يعني انا ما بشوفوش بالحب، يعني بتلاقي مثلا فتحي نايم مع فتح الله، انا نايم مع يعني هو ده اللي بيجيب البطوله، يعني بتاكلوا مع بعض، بتهزروا مع بعض، وبنخرج مع بعض بعد الماتش. حتى كسبان خسران بنروح بيت بعض، قاعدين مع بعض على طول، بنخرج مع بعض على طول، يعني غير الناس اللي هي في المدرج خالص، يعني الناس ولا شتيمه بتنفع ولا الحاجات دي ما بتنفعش. هي الاحترام هو اللي المفروض يبقى موجود حتى في المدرج في كل. فامبارح مثلا برشلونه او بايرن ميونخ ما وقفوا دقيقه احداث ليه؟ العالم كله وقف دقيقه. ليه ما نبقاش كده؟ عايز اسال كابتن احمد، هل انت شايف ان احنا هنتغير بجد، ولا زي ما كابتن محمود خايف انه لو الاعلام فضل زي ما هو هنفضل زي ما احنا؟ والله هو التغيير دوت محتاج وقت طويل، يعني وقت طويل. يعني شايف الناس تصفي انفسها لبعض الاول، واللي عاوز مصلحه من واحد يعني ما يجيش على حساب حد تاني عشان ياخد المصلحه ديت. فالمفروض الناس تصفي، كل واحد يصفي نفسه للتاني، لان دلوقتي فعلا زي ما شيكا بيقول، يعني الناس كلها سمعانا دلوقتي، احنا اللعيبه كلها اصحاب، يعني لعيبه الاهلي الزمالك الاسماعيلي لعيبه مصر كلها عامه كله بيخرج مع بعضه. انا ممكن ابقى في اسماعيليه عندي انزل، بدل ما بنزل على بيتي بنزل بكلم مثلا محمد